الورقة ديال العلاجات ديال لاسينيسيس، ديك الورقة اللي كنديو معنا للطبيب ملي بغيو ندوزو، قريب ما غاديش تبقى في المغرب، وغادي يتم اعتماد نظام إلكتروني جديد بدل الورقة ديال لاسينيسيس. كاين خبر مهم بزاف في المغرب، خصوصا الناس اللي عندهم التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي. بعد سنوات طويلة ديال التعامل مع الورقة، يعني العلاجات الورقية، المغرب غادي يدير تغيير كبير، وغادي ينتقل لنظام جديد سميتو ورقة العلاجات الإلكترونية. بمعنى بسيط، الورقة اللي كنا كنعمرو فيها المعلومات وكنجمعوا فيها الطوابع ديال الطبيب الصيدلي، ومن بعد نصيفطوها للضمان الاجتماعي باش ناخدو تعويض ولا يرجعوا لنا الفلوس. هاد الطريقة ممكن قريب تختفي تدريجيا. كيفاش يعني غادي يخدم هذا النظام الجديد؟ النظام الجديد غادي يكون رقمي كامل ومربوط بين عدة أطراف: الطبيب، الصيدلي، المختبر، مركز الأشعة، والضمان الاجتماعي. أولا المريض غادي يمشي عند الطبيب كما العادة، لكن بدل ما يعطيه ورقة مكتوبة باليد، الطبيب غادي يدخل المعلومات مباشرة في واحد المنصة معلوماتية. من بعد المريض غادي يتوصل بوثيقة فيها QR كود ولا كود بار، وواحد الرقم خاص. هذا الرمز كيكون فيه المعلومات ديال الملف ديالك كامل. منين المريض يعني يمشي للصيدلية يشري الدواء، الصيدلي يقدر يسكاني ذاك QR كود ولا كود بار ويدخل مباشرة للملف ويسجل الدواء اللي تعطى للمريض. نفس الشيء بالنسبة للمختبرات ديال التحاليل، مركز الأشعة، كل شيء يدخل في النظام مباشرة، وكيتم توثيق الخدمات الطبية بشكل فوري. يعني باختصار، المعلومات الطبية كتسجل مباشرة، يعني الملف كيبقى محفوظ رقميا، والتعويض يمكن يكون أسهل وأسرع. فين غادي تبدأ التجربة؟ يعني التجربة غادي يبداو يجربوا. المرحلة الأولى غادي تكون تجريبية في مدينة القنيطرة، وغادي تبدأ في نهاية مارس المقبل 2026. إلى دازت الأمور مزيانة وبخير وعلى خير، غادي يتم تعميم النظام تدريجيا في المغرب كامل بين أبريل ويونيو 2026. ولكن باش ما يكون يعني حتى ارتباك، في واحد الفترة انتقالية غادي يبقاو جوج أنظمة خدامين مع بعضهم: النظام الورقي القديم والنظام الإلكتروني الجديد، حتى يتأقلموا الناس والمهنيين مع التغيير. فشنو الهدف من هذا المشروع؟ المسؤولين كيقولوا بأن هذا التحول الرقمي يقدر يوفر حوالي 400 مليون درهم كل عام، ويساعد على بناء قاعدة ديال بيانات صحيحة ودقيقة، ويخلي تتبع استهلاك الأدوية أسهل، وحتى يعني يساعد في مراقبة الأمراض والمؤشرات الصحية. ولكن رغم هذه الإيجابيات، كاينين بعض التخوفات والتساؤلات عند المهنيين، بينها تكلفة التجهيزات الرقمية للأطباء، ضرورة تأمين النظام المعلوماتي وحماية المعطيات الشخصية للمرضى، احتمال زيادة بعض الإجراءات الإدارية. وكاين حتى سؤال مهم: كيفاش غادي يتم تسجيل بعض الممارسات اللي كانت معروفة بحال الاستشارة المجانية؟ لذلك نجاح هذا المشروع غادي يبقى مرتبط بواحد الحاجة مهمة بزاف: التكوين والدعم التقني، خصوصا الأطباء والمهنيين في المناطق البعيدة. لكن في كل الحالات، هذه الخطوة كتعتبر تحول رقمي يعني كبير في النظام الصحي المغربي، وغادي تمهد الطريق مستقبلا لواحد النظام فيه ملف طبي رقمي موحد، ويكون فيه تنظيم وشفافية أكثر. دابا السؤال اللي كيتطرح: واش هاد التغيير غادي يسهل فعلا المساطر ديال التعويض، ولا ممكن يخلق مشاكل جديدة في البداية؟ فشنو نظركم في هادشي؟